طول عمرك بتعملي غلط لغاية ما عرفت السر من صاحب المعمل وبقيت أستاذة كمان فيه. تعالي أقولك النهاردة على طريقة عمل الزيتون المخلل والفلفل المخلل، بس إيه في قلبك بجد. يلا بسرعة حضري الزيتون بالكمية اللي انت تحبيها. أنا هنا كنت مجهزة الزيتون والفلفل، وزي ما انت شايفه كده كنت جايبه كميه جزر محترمه وبشرتهم بالشكل ده. وابتدي ان انت تكوني جايبه كميه ملح، طبعا زي ما انت شايفه كده تحاولي تظبطي الملح بتاعه بزياده حاجه بسيطه، يعني مش كتير قوي ولا قليل قوي، طبعا عشان يطلع تمام ويكون مظبوط معاكي. يلا بقى تجيبي كل شويه تجيبي زيتونه كده وتشقيها شقه بسيطه، وبعد ما تخلصي الكميه كلها تبتدي تقلبي كل المكونات كده على بعضيها. ويلا بقى قلبي 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 بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا انا كنت بشره شويه جزر محترمين، وعايزه اقول لكم ان الجزر كمان هيديله طعم ومزازه حلوه جدا يا جماعه. وخلي بالك بقى وتابعيني لاخر الفيديو، وما تنسيش لايك وشير للفيديو ده لانه مهم جدا. طبعا الحاجات دي احنا بنجيبها غاليه، المخللات دلوقتي بقت سعرها اوفر. لا اعملي الحاجه في بيتك، وطبعا هتهتمي بكل حاجه ان انتي تعمليها. امشي بالطريقه اللي قلتلك عليها دي وبجد مش هتندمي. دلوقتي انا كنت مجهزه عندي البطرمان الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وهنبتدي يلا بقى قلبناه كله مع بعض، وهنبتدي ان احنا نحط الكميه كلها بتاعتنا فيه. والله يا جماعة بجد الطريقة دي هتطلع معاكي ولا اروع، وطعمه تحفة وهيعجبك، وهتفضلي على طول ان انت تعمليها بالطريقة الجامدة دي. كده انا كنت خلاص جهزت الكمية عندي. عايزة اقول لكم ان البطرمان ده تقريبا كده ياخد 5 كيلو زيتون على فلفل. انا هنا بصراحة كنت عاملة 3 كيلو بس مش فارق، عادي جدا. اهم حاجة ان انت تظبطي المية بتاعته علشان خاطر ان هي تكون معدية من فوق بحاجة بسيطة. وهقولك بقى في اخر الفيديو على تكاية حلوة جدا، هي دي اللي هتجيب من الاخر فعلا. كده انا خلاص ابتديت حطيت كل الكمية بالشكل ده زي ما انت شايفة كده معايا. خليكي معايا بقى وبصي الجمال ده. جهزي بقى شويه ليمون محترمين كده، وانا قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهتبتدي ان انت تجيبي بوله كده زي ما انا جايباها، وابتدي بقى اعصري الليمون كله اعصريه. وطبعا زي ما انت شايفه كده انا كنت مجهزه حله على البوتاجاز وسخنت الميه بتاعتها، وبعد ما عصرت الليمون اعصري الليمون كله. وطبعا انا وجهه نظري في كده علشان خاطر الليمون هيدي مزازه وطعم حلو جدا مع القشر بتاعه. زي ما انت شايفه كده انا حطيت الميه على البوتاجاز وسلقت الليمون بالشكل ده، يا دوب بس نص سليقه، ما تسيبوش ان هو يتهري، هو بس نص سليقه، واقعدي اعصري بالشكل اللي انت شايفاه كده. عايزه اقول لكم ان هيديله طعم ومزازه حلوه جدا. هنا ببتدي ان انا اصفي الليمون، بصفي الميه منه لاني انا محتاجه العصاره بتاعته دي. العصاره بتاعته دي هي السر النهارده في طريقه اجمل زيتون ان انت هتاكليه وفلفل، لان العصاره بتاعته دي هي اللي هتدي المزازه الجامده اللي هيبقى فعلا تحفه يا جماعه. جهزي بقى الكميه كلها، وابتدي بقى بعد ما تخلصيها كلها في البطرمان تبتدي تدلقي الميه بالليمون كله، تدلقيها عليه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقت كلها جاهزه معايا ودلقت كل الميه. لازم الميه تعدي فوق الليمون كده علشان خاطر ما يبص. والتكايه كمان رشي شويه خل، شويه بس مش كتير، ممكن ربع كوبايه كده، وقلبي قلبي قلبي بالشكل ده. والتكايه بقى الاخيره ان احنا هنبتدي ان احنا نحط الليمون بالشكل ده. انا هنا زي ما انتم شايفيني انا كنت بظبط الملح بتاعه. اهم حاجه ان انت تظبطي ملحه، ما يكونش ولا حادق قوي ولا يكون دلع قوي، ظبطي الملح بتاعه. ورشي على الوش بقى قشر الليمون اللي انت كنتي سلقاه بالشكل ده. وطبعا التكايه الاخيره بتاعتنا هتحطي شويه زيت على الوش، واكيد كلنا عارفين طبعا شويه الزيت ده علشان خاطر الليمون ما يبص، او ان الليمون اللي على الوش ده ما يعملش عفونه ويطلع تمام. وغطيه وقفليه كويس جدا ويكون مغلق ما يدخلوش ولا نقطه هواء، وتسيبيه طبعا فتره لغايه لما يستوي معاكي. عايزه اقول لك ان هتاكلي احلى زيتون.